انت تدعو لفتح الحدود مع المغرب؟ انا مش الا المغرب، على غير المغرب. على غير المغرب. على مالها المغرب؟ غير المغرب علاه؟ عندنا فقط مع المغرب المغلوب. عندك في الحدود مع المالي، على ما تحلوهاش. ماذا سنستفيد؟ تستفيد انت يا راه عندك جيت مهتم، راك مستثمر صناعات، راك مستثمر ذنب في المالي، دراهمك راك درتهم تما باش تولي خير ما تجي لاشين الصين تتهلا فيهم هما والمملكه المغربيه تستثمر فيهم، نهار جي تدور عليهم تلقاهم بعدوا. ثم عندنا حاجه واحده اخرى، المالي ما فيهاش فرنسا، ماشي تحت حمايه فرنسا. كيما واش خيرك نتايا جار ضعيف ماهوش مسلح ولا ماريكان فوق راسك، ما هذو راهم يجيبوا لك ماريكان ويعطوهم لاباز تما، وين راه الشر فيهم؟ شر ماريكان. انت مع فتح الحدود؟ انا راني مع فتح الحدود والاجابه على العناصر التاليه باش ما نصطدموش اما وحدين في السلطه او في اجهزه من اجهزه الدوله ولا ناس في جمعيات ولا وحدين راكبين الهبال. يقول السي محمد بصح الارهاب جاينا من الشريط هذا، السي محمد الزطله جاتنا من هذه، الزطله تجيبوها حتى الطيارات، اقول تجيبوها حتى من الالمان ومن انجلترا. طيب هذا حال مناطقنا الحدوديه. بالعقل اذا راك اليوم بدوي اللي يواوز معاني وزير الداخليه كان عنده الجرأه، يا ودي لما الى شيت لا والو، انا ما رانيش هنا باش نسب عباد الله كامله وغير انا اللي زين. الرجل ده بغض النظر نبغيه ما نبغيش، حاجه كبيره ماهوش حاجه كبيره دار انجاز وانطق قدام ربي وعبده. قال المواطنين الشرفاء تاع سكان الحدود لازم يكون عندهم حقهم من الجهد تاع التنميه. واش معناه؟ باللي الجهد تاع الدراهم اللي راهي تمدها الدوله ورزق الشعب لازم يمشي للناس دو من حقهم. وقال باللي هما الوجه تاع البلاد مع الجيران، هذه خليك تسكت قدامهم ماهوش اعداء اللي راهم قدامنا، بصح كون ما نتهلاوش فيهم احنا يديهم غيرنا.